أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، والتي نستضيف فيها الأمير خالد بن فرحان آل سعود لنقف معه على خلفيات وتداعيات ابتعاده عن الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم سمو الأمير. بداية، لقد بررتم انشقاقكم عن الأسرة المالكة في العربية السعودية بضرورة تبرئة ذمتكم من سوء قيادة البلاد ما يضر بمصالح الشعب. ماذا تقصدون بالضبط من هذه العبارة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقصد أن الاستئثار بالسلطة ومقدرات وثروات الدولة من قبل قلة قليلة من العائلة الحاكمة بما يخدم مصالحهم الشخصية بغض النظر عن المصالح العامة سواء للمواطنين أو للمواطن، وهم ليس لديهم قابلية لحتى السماع بمتطلبات الشعب المشروعة كبشر كباقي المواطنين في أنحاء العالم، منها المشاركة الشعبية في الحياة السياسية بوضع دستور منبثق من الشريعة الإسلامية يحدد اختصاصات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وعدم التضارب ما بينهم وتجانسها، وبما يحقق كرامة المواطن السعودي ويحافظ على حرياته العامة ويحافظ على حقوق الإنسان. ولكن أنتم بالمناسبة سمو الأمير، أنتم قلتم أيضا أن هناك موجة قمع قوية في السعودية، فيما يتجلى ذلك برأيكم؟ عندنا موجة كبيرة، هم عندهم خوف من الثورات العربية لا شك يعني، وتعاطيهم مع الثورات العربية بالطريقة التقليدية عن طريق القمع والعنف وعن طريق الاعتقال التعسفي، عن طريق مثلا يعني أبسط الأشياء قطع الراتب أو الطرد من العمل. نظام وزارة الداخلية في السعودية نظام لا يعتمد على القضاء، يعني القضاء ما تعتبر سلطة مستقلة. عندنا هيئة التحقيق والادعاء العام اللي هو ما يسمى بالمدعي العام، هي تابعة لوزارة الداخلية، هي التي موظفين وزارة الداخلية هم اللي يقوموا بالتحقيق مع المتهمين في جرائم على حد قولهم، يعني جرائم تخص حرية الرأي أو المشورة أو هذا، وبطبيعة الحال بيكون في تزييف في الأدلة، عدم السماح بقيام محامي، يعني أشياء من هذا القبيل كثير توصل حتى الاعتقال التعسفي لمدة غير معلومة. وحتى لو اتجه المحكوم عليه إلى القضاء وصدر بحكم حق إفراج، فتظل وزارة الداخلية بوضعه داخل السجون حتى مع أمر الإفراج. طيب هذا هو الوضع بالنسبة توصل إلى حد القتل، توصل إلى حد القتل يعني. هذا هو المعارضة الخارجية. نعم، بالنسبة للمعارضة. ولكن أنا أقول لك على اللي صار لي أنا، يعني المعارضة الخارجية عندك ملاحقات من المخابرات السعودية خارج السعودية، عندك تهديد حتى لو بأهلك داخل السعودية وأنت برا. طيب سمو الأمير، أنا بقى أود أن أسأل سؤالا آخر، وهو أنا لا أطلب طبعا الخريطة السياسية الكاملة للمعارضة السعودية، ولكن هل تستطيع أن تحدد لي بالضبط نوعية المعارضة وتوجه هذه المعارضة للأسرة المالكة في السعودية؟ والله بداية الأمر أنا أتوقع يعني من فترة في الماضي كانت المعارضة كان ودها ببعض المشاركة الشعبية وإطلاق بعض الحريات وبعض حقوق الإنسان، وبعدين يعني قوبلت بالقمع والعنف، ما قوبلت بالحوار، فارتفع سقف المطالب إلى ملكية دستورية على هيئة يعني مثلا نقول بريطانيا، ونفس الشيء نفس التعامل السلطات السعودية معه. والآن أتوقع ارتفعت المطالب إلى يعني إزالة النظام السعودي. طيب نوعية المعارضة، أقصد توجهات المعارضة، هذه المعارضة، قوى المعارضة كيف يمكن أن نسميها؟ ما هي هذه المعارضة؟ يعني كل نوعية معارضة عندها توجهات معينة لا شك يعني. عندك المعارضة القوية، المعارضة الإسلامية منها أنواع كثيرة، عندك المعارضة العلمانية، ولكن في حد رأيي أنا
أن المعارضة القوية هي المعارضة الشبابية التي لا تنتمي لحزب معين، اللي يبغوا الحريات، يبغوا يعيشوا كمواطنين باحترام وبكرامة كباقي الدول. أتوقع أن هذه يعني معارضة، ولكن معارضة ليست مقننة في صورة حزب أو في صورة حركة، وهي اللي راح تكون الأقوى في السعودية. طيب سمو الأمير، سؤال بخصوص التوجهات الإسلامية في المملكة العربية السعودية. أنتم تحدثتم في الحقيقة أنكم تثقون في حركة الإصلاح والدكتور سعد الفقيه، وكنت أود أن أسألكم ماذا يريد الإخوان المسلمون في المملكة العربية السعودية، وما هو حجم اتصالاتهم ببقية فروع التنظيم في الدول العربية الأخرى؟ والله بداية أنا يعني ما أنتمي للحركة الإصلاح كانتماء حزبي، ولكن أنا عندي علاقة مع الدكتور سعد، علاقة قريبة يعني كمعارض، لا تطلعات سياسية ديمقراطية. يعني هو وده في دولة حديثة ديمقراطية، فصل السلطات، وجود دستور مكتوب منبثق من الشريعة الإسلامية، سلطة قضائية مستقلة كالنظام المتبع في أوروبا، ولكن تحكمنا تقنين للشريعة الإسلامية في صورة أو ما نقول عليه مثلا تقنين الفقه. طيب يحكم سمو الأمير، سمو الأمير، بغض النظر عن انتهاكات الحرية التي تحدثتم عنها في بلادكم، غير أن المملكة نادرا ما تتعرض لانتقادات من قبل الغرب وأنتم تعرفون ذلك، وخاصة من الولايات المتحدة. برأيكم لماذا لا تتعرض المملكة العربية السعودية لانتقادات الولايات المتحدة؟ وهل تعتقد أنه عندما يتقابل المسؤولون السعوديون مع المسؤولين الأمريكيين هل يتحدثون عن انتقادات معينة أو توجه انتقادات معينة من جانب واشنطن إلى الرياض؟ يعني مما لا شك فيه أن تربط الحكومة السعودية مع الإدارة الأمريكية بعلاقات تاريخية، ولهم مصالح كبيرة في المنطقة، سواء مصالح سياسية أو مصالح اقتصادية أو مصالح بالذات عسكرية. وبالنسبة للشق الثاني يعني انتقادات لا تكون علنية أتوقع، ولكن أتوقع ما في اتصالات خفية ما بين الإدارة الأمريكية والسعودية لمزيد من الإصلاح، خوفا من إزالة النظام بس، يعني وليس خوفا على حريات المواطنين أو إطلاق حقوق الإنسان، أو خوفا من إزالة النظام. لأنه الواحد يتكلم بصراحة في استفحال للظلم يعني في السعودية، يعني ما في حرية رأي، ما في حرية تعبير، حتى حرية المواطنين، يعني حقوق المواطنين تحكمها الواسطة، تحكمها الرشوة، تحكمها الفساد الإداري، عندنا الفساد المالي الإداري وعندنا الفساد السياسي، واستفحل بشكل غير طبيعي في الدولة العميقة داخل السعودية. يعني من أصغر الموظفين لأكبر الموظفين أغلبهم تعلموا كيف يسيروا الأمور عن طريق الرشوة، عن طريق هذا تعلموا من الحكومة نفسها. طبعا سمو الأمير نشكرك على هذا اللقاء، وأعزائنا المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم.